تحياتي لكل اللي بيشوفونا واللي لسه هيشوفونا واللي بيتفاعلوا معانا واللي لسه هيتفاعلوا معانا. وأنا أسماء معاكم في نوديو أسماء. استنى كل تعليقاتكم ورائكم وأسئلتكم وطلباتكم، ده بيخليني أعرفكم أكتر وكمان بيعرفكم بينا أكتر، بيخلي حبل التواصل بيننا وبينكم دايما واصل. إيه رأيكم بقى في وصفة النهاردة؟ نغير بقى من الكنافة والقطايف ونعمل سلطة فواكه بطريقة لذيذة وسهلة، ونحلي بعد الفطار من غير أي تأنيب ضمير بحاجة صحية وخفيفة ومنعشة قوي وكمان سريعة. يلا نشوف هنعملها ازاي. أول حاجة الفاكهة اللي معانا، نوع الفاكهة وكميتها نحددها بقى حسب رغبتنا، يعني الفاكهة اللي بنحبها وهنحطها بالكمية اللي تعجبنا. معانا 4 برتقانات ودول بقى الأساس، وباقي الفاكهة زي ما انتم شايفين موز وجوافة وفراولة، فالمتوفر عندنا هنعمله. تاني حاجة معانا العسل الأبيض ودي التحلية اللي هنستخدمها، فمعانا معلقتين كبار كأساس للتحلية ومعلقتين تانيين هنضيفهم بقى على الوش في الآخر، وعلبتين من القشطة ودي حاجة اختيارية حابين تضيفوها بتخلي الطبق غني شوية. أول حاجة تعالوا نجهزها العصير. نقسم البرتقانة نصين ونبتدي نعصرها، ممكن في معصرة محضر الطعام أو أي عصارة متوفرة، وممكن كمان نستخدم كوباية ونعصر بيها البرتقان. يعني لو عندنا كوباية مضلعة الشكل فبقفل الكوباية، يعني نقلب الكوباية كده ونعصر بيها البرتقان. ال4 برتقانات ادوني حوالي كده 2.5 كوبايات من العصير. هنضيف عليه معلقتين العسل وندوبهم مع البرتقان. كده احنا جهزنا العصير بتاعنا. نبتدي بقى نقطع الفاكهة، هنقطعها لقطع صغيرة أو أي حجم يبقى مناسب معانا كده للأكل. وطبعا آخر حاجة هنقطعها في الفاكهة هتبقى هي الموز علشان الأكسدة وما يسودش معانا. كده طبق الفاكهة معانا جهز. نقلب الفواكه مع بعضها وبعدها هنوزعها بقى في الكاسات أو كوبايات أو أطباق صغيرة، يعني زي ما تحبوا. بعد ما وزعنا الفاكهة هنوزع بقى العصير. دلوقتي بقى جه دور القشطة، هحطها على الوش من فوق. آخر حاجة هديها شوية كده من العسل الأبيض من فوق للتزيين وكمان للتحلية. هنا ممكن نقدمهم بشكل تاني، نوزع الفاكهة وبعدها العصير. هنا بقى مش هضيف قشطة وهخليهم سادة، ونضيف كده واحدة فراولاية من فوق للتزيين. نزين بقى بالشكل اللي احنا بنحبه وزي ما احنا عايزين. كمان ممكن على فكرة نضيف على القشطة كده من فوق شوية مكسرات، فدي بقى حاجات اختيارية وحسب مذاق كل حد. وبكده وصفتنا خلصت. وصفة سهلة وبسيطة وكمان صحية ولذيذة، بتمنى تجربوها وتقولوا لنا رأيكم فيها. استنونا في وصفات تانية جديدة في نوديو أسماء، ورمضان كريم عليكم.